تحلل المؤسسات انتهت الدوله، وده اللي هم عاوزينه. واحنا بننادي من جديد، بنكرر تاني اللي اتعمل مع صدام، وبنكرر تاني اللي اتعمل مع القذافي. هي ليبيا والعراق راحت فين؟ قدامنا درس الحقيقه، درسين، لكن ما احناش عاوزين نتعلم. ده بالنسبه لسوريا. ومصر اعتقد موقفها تجاه سوريا واعي وفاهمين وعارفين ان موضوع الامن القومي السوري ده موضوع يخص مصر، وان كان مش بشكل علني، لكن احنا بنأيد اللي بيحصل مع بشار. وبصفه شخصيه انا شايف ان لولا دخول روسيا سوريا كانت انتهت سوريا، وكان انتهى، لان في مرحله حصل فيها اذابه واصهار لمنطقه العراق والشام، وداعش كانت ادوات الاذابه. يعني البعض يتصور ان داعش ده لا، هو صناعه. هو في البدايه كان طبعا ما كانش صناعه لا امريكيه ولا بريطانيه، لكن التقطوا البريطانيين وسلموه للامريكان واستخدموه اداه من ادوات التقطيع والاذابه لمنطقه الشام والعراق. ودخول روسيا كشف الامريكان وال60 دوله اللي وراه انهم كذابين كذبه كبيره. يعني اليمن خطيئه اخرى للسعوديه. السعوديه تورطت توريطه كبيره جدا. بدات الحرب ثم انتهت بايه النهارده؟ انتهت بان جزء اولا اليمن دمرت، وبعدين السعوديه حصل لها مشاكل كتير في الجنوب، لا يعلن طبعا الكلام ده، لكن اتضربت مدن كتيره في الجنوب. يعني بمعنى ان انت برضو، ما هو عدم النضج العسكري والسياسي عند القياده، اي قياده في اي دنيا، بيخليك تخطي خطوات بتبقى في الاخر تكتشف انها خاطئه. عمر ما كانت الحركه العسكريه او الهدف الاستراتيجي العسكري الا ليخدم هدف اخر سياسي. لا، انا واضح ان ما كانش الكلام ده موجود، لان ما فيش لا نضج عسكري ولا سياسي عند السعوديين، وكانوا فاهمين ان هم هيقدروا يضربوا ايران في اليمن ويرجعوا الامور زي ما هم عاوزين. لا، التقديرات لم تكن سليمه. طلبهم من مصر دخول قوات بريه ورفضت مصر طبعا، لان مصر لديها تجربه مريره سنه 62. وللعلم وللتاريخ كان في تآمر كبير على مصر في اليمن، زي ما كان في تآمر كبير على سوريا في نهايه الخمسينيات لولا عبد الناصر. فاليمن وسوريا في تقديري هم معسكرين مكتملين للاثني عشرية الفارسية، ولن تتمكن من تصفيتهم السعودية ولا الخليج بالتوجه اللي بيعتمد أو يقوم على الأمريكان أو على الغرب. إذا ما أعادوا مرة تانية التفكير بعقل وبرشد وقعدوا مع مصر وتعاملت القوى العربية تستطيع، لأن إيران مش بالقوة. إيران كانت فزاعة استخدمت لاستنزاف كل الأموال العربية، وده حاصل للآن. يعني اللي بعد حتى تصريحات بوش اسمه ايه ده، اوباما، بعد من شهور لما قال ان دول الخليج دول ارهابيه والسعوديه دوله ارهابيه وفيها ارهابيين، واتكلم الكلام وراعيه للارهاب هي والامارات، قال كلام يعني زي كده. رجعوا تاني اتفقوا معاه على صفقات سلاح ب 80 مليار دولار. فالامتى هتفضلوا بهذا العته السياسي اللي انتوا فيه؟ لا، انت قرر. صدام لوحده تمكن من ايران، وباسبوع او 10 ايام دخلوا معاه الجيش المصري، خلصت ايران، خلصت. طب ما انت تستطيع النهارده انك تعمل، ايران النهارده اضعف من ايران ايام صدام، وعندك قوة عربية وعندك امكانيات، لكن خوفك ورعبك من الامريكان ومن الغرب واللي حطوا جواك فزاعة اسمها ايران. طب ما انت خلصت فزاعة ايران، قبل ما تخلص قال لك في داعش. ليه؟ لان عارف ان ايران احتمال ان يبقى لها شغل يتعمل، امريكا تقدر تعمل بيها شغل، بدأوا يتكلموا في داعش. يعني معنى كده ايه؟ ان الغرب دائما يخلق عفريتا في هذه المنطقة لإخافة الناس وابتزازهم، واحنا لازلنا بنخاف من كل عفريت وما نتعلمش من الدرس، لا على الارض ولا مع العفريت، ولذلك هنفضل زي ما احنا. انا اعتقد ان في مشكلة كبيرة في الفهم وعمل التقدير عند الإخوة الخليجيين، خاصة في الملفين السوري واليمني. ودول الملفين أعتقد دول لن ينتهوا إلا بكارثة للخليج، وقريبا مش بعد كتير. أنا لا أرى الخليج خليجا خلال سنوات إذا فضلوا بنفس الاعتماد على الغرب، واعتقادهم إن داعش موجود، واعتقادهم إن إيران موجودة بقوة. أنا بعتقد الكلام ده هيؤدي إلى كارثة كبيرة في الخليج، لأن إيران بتدير هذه المسألة بحرفية شديدة، وإيران استفادت
جدا من رفع العقوبات عليها. النهارده في تقرير لسه طالع على ان الاقتصاد الايراني فيه مشكله، على الرغم ان هم خدوا عشرات المليارات. اما يبقى اقتصادك السنه دي يضخ فيه عشرات المليارات وعندك مشكله اقتصاديه، اذا كل ما ضخ اليك لم يستعمل في الاقتصاد، يستعمل في الحرب، في حاجه تانية. يعني معنى كده ايه؟ ان ايران لديها توجه استراتيجي بالسيطره على دول الخليج وبما فيها منابع النفط، وربما يبقى صراع مع الغرب، لكن ايران لديها قوى ناعمه داخل هذه الدول.